السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. جايلكم النهاردة باجمل اكلة اسكندراني، ويمكن دي اكتر اكلة ريحتها بتشدنا واحنا ماشيين في الشارع. كبدة الاسكندراني. وعلى قد ما هي سهلة قوي قوي، ممكن طعمها يطلع حلو قوي، ممكن كمان يطلع في حتة تانية خالص. تعالي هقولك بقى على سر الدقة اللي ريحتها هتجيب اخر الشارع، مع شوية اسرار بسيطة جدا هتطلع معاكي كبدة تحفة. نبدأ بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. أول حاجة يفضل تكون الكبدة بتاعتك فريش من عند جزار ويكون موثوق منه. وعايزة أقولك لو الكبدة بقى الكندوز اللي بيكون متشال منها الغلاف اللي بيخليها تكش ده، دي هتكون تحفة جدا في الأكل، وكمان تكوني مقطعاها قطع صغيرة بالشكل ده. عندي هنا ملح وعندي كمان شطة حمرا ناعمة، ودي طبعا اختياري، بس الكبدة بتحب السبايسي. معايا كمان معلقتين كمون، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة فلفل اسود، وقرن فلفل حامي لو بتحبيها سبايسي. عايزة اقولك التوابل دي بجد بتخلي ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. عندي كمان توم حوالي كده راس كبيرة، واهم حاجة كده يكون التوم بتاعك كمية كويسة زي ما انتم شايفين، لان طبعا الكبدة الاسكندراني اساسها التوم. ومعايا كمان فلفل الوان علشان نلونها بس، وكمان بيدي قيمة غذائية حلوة جدا. لكن لو مش موجود مفيش اي مشكلة، قطعته كده قطع صغيرة، هستخدم منه شوية والباقي هستخدمه في اخر الوصفة وهتشوفوا معايا. اهم حاجة التوم والفلفل هما الطعم الاساسي اللي هيديك الطعم المميز جدا والجميل في وصفة النهاردة. اي قرن فلفل كده موجود عندك لازم تستخدميه علشان يديك الطعم والريحة بتاعة العربيات. طبعا التوم زي ما قلنا اساسي معانا. في الكبة بقى او حتى في الهون، او ممكن كيس من اكياس التلاجة، هتحطي فيه كل المكونات وهتدق عليها، علشان احنا مش عايزين ننعمها جامد، يدوب كده دقيقتين تلاتة هتخشن معاكي وبس كده. انا استخدمت الكبة وحطيت فيها كده كمية التوم كلها، وعليها كده كل البهارات الجميلة دي، وهنزل عليهم كمان بقرن الفلفل وكمان شوية كده من الفلفل الرومي، ولكن هنقص شوية علشان هستخدمهم في اخر الوصفة. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي في التعليقات وحط لايك للفيديو علشان يوصل لناس تانية كتير. فرمتهم بقى مع بعض حاجة بسيطة خالص بالشكل ده، علشان مش عاوزينها ناعمة، احنا عاوزينها خشنة شوية. طبعا ممكن تستغنوا عن الشطة لو مش حابين طعمها. انا فرمتهم مع بعض لحد ما وصلوا للشكل ده، من غير ما ينزلوا ولا نقطة مية. وبعد كده ضفت عليهم بقى معلقتين كبار كده من الخل. ودي بقى الدقة الخطيرة اللي بتخلي الكبدة ريحتها بجد تجيب اخر الشارع. ان شاء الله هتجربوها وهتدعولي عليها. وعلشان تطلع معاكي بقى كبدة اسكندراني مظبوطة ما فيهاش ولا غلطة، يبقى لازم كمية زيت حلوة بالشكل ده، يعني حوالي ربع كوباية زيت على نص كيلو كبدة. هتسيبي بقى الزيت يسخن كويس قوي علشان لما تنزلي بالدقة بتاعتك يديكي صوت الطشة اللي بنسمعها. وعايزة اقولك بقى ان ده سر ريحة الكبدة بتاعت العربيات، اللي بجد ريحتها بتكون قلب الدنيا كلها. بعد كده بقى هتنزلي بالخليط بتاعك، وتبدأي بقى تحمري فيه كده في كمية الزيت كلها، ولازم تكوني النار معاكي عالية وايدك فيها بتقلب باستمرار. وبس كده فضلت بقى اقلب فيها لحد التومه كده ما اخدت من طعم التوابل، وكمان ريحتها ظهرت كده معايا واتحمصت بالشكل ده، وكمان لونها غمق. بعد كده بقى هنزل بكميه الكبده مره واحده بالشكل ده. وعايزه اقولك يعني تكون النار بتاعتك عاليه علشان تاخد صدمه كده وما تنزلش ميه. ما تقلبيش برضو كتير في الاول علشان ما تنزلش ميه وتاخد طعم المسلوق. احنا عاوزينها يدوب تتشمع من تحت، وبعد كده بقى نقلبها براحتنا خالص. هشوحها كده، وهي طبعا مش بتاخد وقت خالص، يدوب كده 10 دقايق بالكتير. وهرش بقى هنا رشة فلفل اسود كده على الوش علشان كمان تديها طعم وريحة اجمل. وبعد كده هنزل بقى ببقية كمية الفلفل الملون، وهحط بقى كده معلقة سمنة بلدي في الاخر. وعايزة اقولك التركة دي بقى من عندي بس بجد بتقلب ريحتها، وكمان بتنقل طعمها في حتة تانية خالص. ان شاء الله هتجربوها وتدعولي دعوة من القلب عليها. ومتقلقوش خالص، الكبدة بتشرب كل كمية الدهون اللي احنا حطيناها. قدموها بقى بالطريقة اللي بتحبوها، سواء بقى سندوتشات بالعيش البلدي، او الفينو مع طحينة، او حتى مع مكرونة. هي في كل الحالات طعمها جميل جدا جدا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، بتمنى تكون عجبتكم. لو حبيتوا فيديو النهاردة بتمنى تعملوا لي لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة دوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو علشان توصلكم كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. يا رب تكون الطريقة بتاعتي النهاردة عجبتكم، ومستنية تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي بيفرحني ويشجعني دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.